خوتي المغاربة داخل وخارج أرض الوطن، السلام عليكم ورحمة الله. أجيو نضربوا دويرة ونشوفوا أشنو واقع على منصة إكس. الفيديو الأول غياخد لنا لواحد تدشين ديال واحد المنشأة، ونخليكم تخمنوا أشنو هو هاد الشيء اللي دشن دابا. خليتكم وصلتوا للآخر ديال الفيديو باش تشوفوا الكم الهائل من لي درابو الرايات، والكم الهائل من الموسيقى العسكرية. وانتم غادي تخيلوا دابا في دماغكم بان هذا تدشين ديال شي حقل ديال تخصيب اليورانيوم، ولا تدشين ديال شي منشأة عسكرية، ولا تدشين ديال شي مصنع لصناعة الدرونات او الطائرات الحربية. هذا فقط تدشين ديال لا بيسين، مسبح. متضحكوش. وعلى ذكر المنشآت، شوفوا التدشين. المملكة المغربية الشريفة تقوم بتدشين ملعب ديال الهوكي، هو الأول من نوعه في إفريقيا، وهذه الجوهرة هذه فهي في مدينة الرباط. نشوفوا الفيديو. لقطات من قاعة ديال الهوكي في مدينة الرباط اللي تم الافتتاح ديالها اليوم بمباراة ديال المنتخب الوطني المغربي ضد المنتخب الفرنسي. معلمة جديدة كتزاد في مدينة الرباط، والنتيجة هي غدار أمامكم: اكتساح المنتخب الوطني المغربي للنظير الفرنسي. والمنتخب المغربي فائز على المنتخب الفرنسي في هذه المباراة هذه. وهذه المنشأة هذه التدشين ديالها ما حضر ليه حتى واحد، دشناها في صمت تام. اجي نشوفوا هذا المعلق هذا ديال قبل من المباراة ديال شبيبة القبائل والجيش الملكي. تعمد انه ما يقولش الجيش الملكي، حيت عارفين بانهم عندهم المتلازمه ديال المغرب او متلازمات المروك. الصراحه هما واصلين لواحد الحاله مرضيه باش ما يقولش الجيش الملكي، قال لي فار. سمعوا مزيان. بين شبيبة القبائل ونادي الفار الذي ستكون قلت مواجهة قوية لا تقبل القسم على اثنين بالنظر إلى نتائج. ودي نتوما هما الفيران، الله يعفو عليكم الله يشافيكم. هاد الفيديوهات اللي غنعرض عليكم دابا فهما من الفيضانات الأخيرة اللي كانت في دولة الجزائر. حنا الصراحة في هاد القناة ديالنا ما كنتشفاوش في الناس وما كنتشفاوش في المآسي ديالهم، ولكن غير باش نوريكم بأن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. حيتاش ملي كانت وقعت الفيضانات ديال اسفي، خرج الاعلام الجزائري وبدا كيهاجم بشده وبدا كيتشفى في المواطنين المغاربه، كيتشفى في الموت ديالهم وفي الحاله اللي كانت في هذيك الوقيته. وسبحان الله القنوات الإعلامية الرسمية الجزائرية خرجات وبدات كدير تعاليق وبدات كتهضر. وفي كأس أفريقيا أيضا شفناهم بأنهم كانوا كيهضروا على المغرب وكيقولوا بأن التيرانات ديالها كلها غارقة في الغيس. والناس اللي داروا المونتاج ديال هاد الفيديوهات فهم خداو الصوت ديال القنوات الجزائرية ولصقوه على الواقع ديالهم اللي كيعيشوه يوميا. نشوفوا الفيديو. قرر السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ضخ مبلغ 1 مليار دولار أمريكي لصالح الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية لتمويل مشاريع تنموية في الدول الأفريقية. الصيف السخانة تاكل فيه وزيد قطع لنا الماء. واحد كيما أنا إنسان كبير ما نقدرش نجيب الماء، والله غربان كاين 7 ليفريت كل عندنا 15 يوم يتمسخروا بينك. لا حول ولا قوة إلا بالله. كوارث عظيمة. اسمعوا. أرض تغرق في الوحل والطين تماما كما
هاد المعلقة اللي كتهضر فهي كانت كتهضر على زعما المغرب زعما هي اللي غارقة في الوحل والطين، وكانت كتهضر على المأساة ديال آسفي. شدّوا الصوت ديالهم ويحطوه على فيديو كيصوروا فيه الفيضانات الأخيرة ديال الجزائر في 2026. يغرق البلد في المشاكل، ذلك هو أسوأ استقبال يمكن أن يحظى به ضيف إلى مهرجان الأوحال القاري بهذه الصورة البائسة والمهينة. استقبال ضيوف القارة الإفريقية فضاءات للمشجعين تحولت بعد أولى زخات المطر إلى أوحال تعيق الحركة، التقطتها عدسات الجماهير ووثقتها بالصوت والصورة. الدنيا غرقانة، العالم كل هنا والدنيا غرقانة من قوة هالمطر. بعد خروجنا من الملعب الدنيا غرقانة كلها. ما جرى انعكاس مكشوف لواقع تتجاوز فيه الأوحال حدود الحدث الرياضي. شفتوا على مصيبة كي دايرة. ندوزو لفيديو آخر. هذا مواطن جزائري من كثرة القهر والظلم والقمع اللي كيعيشوا مع النظام الديكتاتوري ديال تبون، باغي يطلب من نظام البوليزاريو انه يعطيه الجنسيه. هو ما عارفش بان نظام البوليزاريو اصلا ما بقى ليه والو وينقرض ويختفي. هذا نداء إلى رئيس حركة بوليزاريو. شوف، أنا مواطن جزائري الجنسية، أتقدم إليك أو لفخامتك أو لسيادتك أنك تمنحني شرف أنه الجنسية الصحراوية نجي نعيش عندكم ثم مع كل فائق الاحترام والتقدير والتبجيل، حاب نجي نعيش عندكم باسكو أنا في هذه البلاد مليت وكرهت، وما كاين حتى أفق لانفراجة الأزمة. للاسف هذا هو الحال ديال المواطن الجزائري. ومع انك لا طلبتي الجنسيه الصحراويه فما انت راه ما غتعيش لا في المغرب لا في الجزائر. كون هاني. شوفوا التعامل الوحشي مع ناس جايين، هادو جاليه جزائريه جايه من برا. شوف كيفاش كيتعاملوا معاهم في المطار ديال بومدين. قال لك تخيل انك تكون جاي مسافر وتتعامل معك الدوله بهذا التعامل هذا. والفيديو اللي غادي نختموا به صراحه فيديو عجبني بزاف، يبين لك بان الفلاحه المغاربه ولاو حاليا كيستافدوا من التقنيات ديال الدرون باش يديروا يرشوا الادويه ويعالجوا الحقول ديالهم. شوف وتشوفوا الفلاحة اللي بغى يخدم الارض ديالو، الدرون هذه احنا جبناها على حساب تاكتورات ما يخسروش، والغيس وكاين كل شيء، وحنا فرحانين بها باش نصوبوا هذه الارض. احنا بخير باش ما نخسروش الفلاحه ديالنا. هانتوما كتسمعوا الفلاحه الكبار خاصكم تخدموا بيديكم. ها هي درون خدامه، تحيه لك. غير الفلوس الحمد لله، الفلوس موجوده، خدم. هاي تحيه رجال موجودة سيرتي معاكم الحاج الميت. انتم كتشوفوا سيدي هذه كنا كنداويو بطون، دابا هي 35 و5 لتر ديال الدواء. ها هي الفلاح ولا داكشي كلشي ظريف خفيف ظريف. انتم كتشوفوا اللي بغى ان شاء الله يداوي يجي عند الحاج الميت. ها الشركه طليسون ها هي يجي مع راسو يداوي كلشي وبالخف، وما كاينش تضيع، والخدامه قتلونا وداك الشيء والحمد لله. وكاين الغيث ما غديناش نمحنوا التاكتورات، الخدامه ما بقاو لا خدامه لا وحنا واقفين بيدينا. انا من نامس كنا كندوي في قادير، كملت في قادير وجيت لهنا. انا دابا كندوي هنا في شقمه. حتى تشوف الاله دابا هي غادا تنوض، انا غادي نمشي بحالي دابا في هذه الساعه غادي نمشي بحالي. يعني الصراحة فيديو جميل وجميل جدا. نتمنى أن البلد ديالنا المملكة المغربية الشريفة تكون يعني خدات المسار الصحيح وتتطور في جميع الميادين، سواء في المجال ديال الفلاحة ولا المجال ديال التعليم ولا المجال ديال الصحة ولا المجال ديال الرياضة، في جميع الميادين إن شاء الله، وديما إلى الأمام، ونكونوا ورا ديال الملك ديالنا باش نرجعوا المغرب دولة وجوهرة ساطعة وسط إفريقيا.
وصلنا لنهاية الفيديو. إلا عجبكم ما تنساوش اللايك، ما تنساوش التعليق ديالكم باش تشجعونا، وما تنساوش كذلك اللي ما مشتركش في القناة يشترك فيها. السلام عليكم ورحمة الله.